ما ذنب العنب إذا صار خمرا، وما ذنب الجلباب والنقاب إذا لبسته عاهرة؟ وهذه الآية سيبقى يصلي المسلمون بها في صلواتهم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب. الجلباب والنقاب هو الحق وهو الطريق إلى الجنة. الجلباب والنقاب بريئون من كل الأفعال المحرمة التي تحصل في مدارسنا ولأطفالنا. الجلباب والنقاب بريء من كل فعل يحدث في المجتمع الجزائري. الجلباب والنقاب باستطاعة الكل ارتداؤه حتى الرجال للمغالطة وللخداع ولفعل المنكرات والمحرمات، وهذا لأنه يستر جميع الجسد مما يصعب مهمة التعرف عليهم. الجلباب والنقاب هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة التقية العفيفة الطاهرة التي تخاف الله. الجلباب والنقاب لا للظلم، لا للحقد، لا للكراهية، لا لتمييز، لا للعنصرية، لا للجهوية، لا لتفرقة. من تريد سرقة الأطفال وإيذائهم بالوخز بالإبر ترتدي الجلباب والنقاب. من تريد تسول ترتدي الجلباب والنقاب. من تريد نبش القبور وممارسة طقوس السحر ترتدي الجلباب والنقاب. ومن تريد الفاحشة ترتدي الجلباب والنقاب. ومن تريد ترتدي الجلباب والنقاب. يمكنكم ملء الفراغ بما شئتم مما هو سيء وقبيح وألحقوه بالمتجلبات، فهذا لن ينقص من قيمة وقدر من لبسنه اقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم عن قناعة وبإخلاص طالما هو أمر رباني. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب. هو أمر مدبر لضرب عقيدة نساء المسلمين وإكراه الجيل الصاعد في لبس الجلباب والنقاب وجعله صورة مرعبة في أذهانهم، وسيكبرون على كرهه وكره كل أخت ترتدي حجابا شرعيا تخيفكم صاحبة الجلباب ولا تخيفكم المتبرجة المفسدة. تستغربون وتتعجبون من ذات النقاب وتدافعون عن ذات السروال وتقولون إيمانها في قلبها. ما لكم كيف تحكمون؟ مهما صار من حملات تشويه يبقى مبدأنا: لن تروا وجوه نسائنا ولو أكلنا التراب وسكننا اليباب. وخز الإبرة ترسيخ صورة مرعبة عن الجلباب في أذهان الأطفال. نعم، الواجب أخذ الحيطة والحذر، لكن على الوالدين توعية الأطفال بأن ليس كل من ترتدي الجلباب هي شريرة، لا لتشويه صورة الجلباب، لأنه يوجد من يستثمر في ذلك. الجلباب عفة وليست ساحرة. الجلباب حياء وليست خاطفة أطفال. الجلباب سترة وليست مشعوذة. الجلباب شريعة وليست نفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يشوه لباس العفيفات.